عايزه اقول لكم ان انا امنيه حياتي كده ان حد يبعت لي هديه، يقول لي خدي مكنسه هديه واعملي لنا عنها ريفيو. ما حصلتش لحد دلوقتي، ما حصلتش. بس احنا ما بيهمناش. المهم اللي متابعني هيبقى عارف ان انا اساسا كنت جايبه قبل كده مكنسه غسيل السجاد هوفر واتحرقت. ماشي. المره دي بقى جبت ماركه مش معروفه، بس جبتها من نزهه جديده، والراجل قال لي لو حصل اي حاجه فيها بتاعتنا، اما نشوف بقى بتاعتهم فعلا ولا مش بتاعتهم. المهم اوعي يا ملوكه كده. المهم يا جماعه ربنا يستر، ربنا يستر وما تتحرقش مني، لان تاني اتحرقت مني بعد 3 شهور بس. مليكه ايدك مسابقاني بجد. ادي الكتالوج بتاعها اهو، اسمها جاماكي ولا جاماكي مش عارفه. ماشي. اهو شكلها صيني. ماشي. لقيت فيها ايه؟ يا مليكه ثواني عشان نعرف احنا هنركب ايه. وريني كده، بيتحطوا جنب بعض. وريني كده يا مليكه. ايه ده؟ بس هما دول الفرش بتاعتها اه بجد؟ اهي. مش هتغسل. لا لا لا، ده في فرش تانية. بس الفرش دي بصوا عامله ازاي، طريه قوي. دي بتمسح باين. يا مليكه ثواني كده عشان انا لسه ما شفتهاش. ما تطلعيش الحاجه انتي عشان ابقى عارفه كل حاجه مكانها ايه. دي الرجل. الرجل لاني عندي خبره بسيطه في غسيل السجاد. المهم ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو هيطول مننا كده، واحنا عايزين بس نطلع المحتويات. الخزان بتاعها بقى يا مليكه ثواني، انا عايزه اطلع حاجه. الخزان بتاعها بقى اصغر بكتير من الخزان بتاع هوفر. بتاع هوفر كان ميزته ان هو كبير. ماشي. بس انا بالنسبه لي مش مشكله، هقعد املاها كل شويه، ما عنديش مشكله. المهم عندي، تعالي يا مليكه ما تزعليش. تعالي حبيبي ما تزعلش. لا. طب ازعلي وتفهم. انا عايزه بس المهم المهم ان هي ما تتحرقش مني، ده بالنسبه لي اهم حاجه. حتى لو بتنضف بنسبه معينه. هقول لكم حاجه، مكنسه غسيل السجاد يا جماعه مش زي ما الناس متخيله بتغسل لك السجاده زي ما انت متخيله. بس انا بالنسبه لي سجادي فاتح، لو وقعت عليه كوبايه نسكافيه واتشفطت في نفس اللحظه مش هتسيب اثر. بس لو وقعت كوبايه النسكافيه عشان تمسحيها وتعمليها مثلا بجوانتي مثلا جرين واي، هينضفها، بس ستيل هيفضل ان الحاجه اللي جوه تحت في الوبر بتاعتها. فاهمين انا قصدي ايه؟ ميزتها بقى ان هي بتشفط الحاجه اللي وقعت عليها. ماشي. احنا هنبدا بقى نشوف كده هي بتركب ازاي. انا مش هصور حد. ما تصورينيش يا مليكه، الله الغني عنك. وده الخرطوم. ماشي. يا رب يا رب يا رب تبارك لي فيها يا رب. يا جماعه ابوس ايديكم والنبي قولوا لي كده ربنا يبارك لي فيها، عشان انا بجد كان نفسي فيها قوي، بجد كان نفسي فيها جدا. فانا جايباها. الفرشه بتاعتها اهي. الفرشه بتاعتها حلوه. يا رب يطلع قوه الشفط بتاعتها حلوه. قوه الشفط بتاعتها 800 واط يا جماعه. ماشي. على فكره بيس القوة الشفط بتاعتها برضو بتتراوح من 600 ل 800. هوفر برضو كانت 1200 واط مثلا، حاجة زي كده. المهم بسم الله الرحمن الرحيم. اهي يا جماعة، بسم الله. المكنسة اهي يا جماعة، ربنا يبارك لي فيها يا رب، يا رب تبارك لي فيها يا رب، عشان عندي كده مفيش اي حاجه تاني جوه الكرتونه. خلاص. مش متخيلين انا بجد نفسي فيها قد ايه، بجد نفسي فيها جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده وش التاني ولا ده ايه ده؟ ده وش سبير ولا ايه؟ احنا لسه هنفهم مع بعض. طبعا انا لسه
بس هنا مش المفروض يبقى فيه زي جلدة كده زي التانية. بس بصوا الفرش دي بتاعتها بقى غير هوفر 5 فرش بيلفوا كده، دي بقى بتلف كده. هبقى المهم يا جماعه انا مش عايزه اطول الفيديو عشان ما عنديش مساحه اساسا على التليفون. هركبها ونشغلها. تعالي يا ملوكه، تعالى يا حبيب مامي. ايه الغباء ده؟ اهي ركبت، مش زي التانية محتاجة مسامير ولا أي حاجة. بس المسحوق بقى ما عندناش مسحوق طبعا، مش هنحتاج الخرطوم ده غير لما ايه، لما نعمل المفروشات. ماشي. ايه ده؟ ده ايه دي؟ ايه دي بقى دي؟ معرفش ايه دي يا جماعه.